كوكو الغزالات صافا لاباس عليكم؟ كيف دايرين مع رمضان قرب يمشي. كيف كتشوفوا راه في الاواخر كتلفي وتحيري اشنو غنبدا ندير، فكتبداو ديروا التكرار. كتعاودوا نفس داكشي اللي درتو. غادي ندير هنا الصراحه مني دخل رمضان وانا مشهيه بيتزا لدرجه لقيت راسي ما درتهاش بتاتا. قلت علاش اليوم ما نديرهاش بما اننا دايرين في المنيو. شغلة ماما كل نهار قلنا شنو المنيو ديال الغدا. بما اننا دايرين غير الكبده والعدس، يعني ديجا شاركت معكم بحال هذاك الشيء، ما كنبغيش ما نشارك. قلت اجي ندير بيتزا هكا اونطخي. وهنا كيف كتشوفوا البنات، جربت اول مره هاد الصلصه ولكن ما حليتهاش مزيان، حيت في الاخر غنكتشف ان راه فيها دي ترونش ديال المطيشه مقطعه وفي يعني حسب البيتزا هاد لاصوص. صراحه ما كانش عندي الوقت باش نوجد نديكونجلي الاخرى اللي عندي، فهمتوا. كنت اجي نستعمل هذه، كانت جابتها ماما جديده، كتجي هديه وبقيت نجربها. الميني بيتزا عندي ديجا واجدين، راك شاركتهم معكم قبل رمضان، وبقاو عندي، كنكون ديما عندي هادو، ما عنديش فيهم مشكل. نقدر نصايبهم ديك الساعه. صراحه كنت نصايب واحد عجين كبيره، عرفت حتى واحد ما ياكلها، غير انني تنكون هاد التخربيق. يعني هاد المقبلات واخا في الاخر اختي تشهاتها، قالت لي اليوم ندير شي بيتزا صحيه. ففي الاخر ماشي في هاد الفيديو، يعني الفيديو اللي بعده ولا هذا غتلقاوني نزلت لكم بيتزا صحيه بعجين الكينوا. يعني بيتزا للناس اللي كيبغيو داكشي الكيتو هيلثي، ما كياكلوش دقيق، ما كياكلوش بزاف الحاجات، فبيتزا سهله. طبعا عمرتها، درت صوص طوماط، درت طون، درت زيتون، فلفله، وشويه الملحه وشويه البزار، شويه الزعتر، فخوماج. شاركتها معكم اكثر مره زيتون اسود طبعا. يعني ما كاينلاش غير شاركت معكم هكا وصافي، ما كاينلاش نعاود نفس الافكار. انما ديك البيتزا جديده راني صورتها لكم. اختي كانت كتصوبها وانا كنصور باش ننزلها للناس اللي كيبغيو داكشي صحي. اوكي، اللي كيبغيو بيتزا عاديه بحالي بصراحه جذبني نوع اخرى. يعني كتخيلي العجينه ديال الكينوا كي غتكون البنه كي غيكون المذاق، صراحه والله حتى كيكون المذاق هو هذاك، حتى الكارنيتور اللي كديري زوينه بنينه. ف يعني كلشي كيبقى مزيان وصافي. هنايا انا شوفوا الفرomاج خلطت جوج الانواع، ما درتش موتزاريلا ما كيعجبنيش، درت فرomاج روج مع هذاك كيجي بنين احسن من الموتزاريلا اللي كنشريو هنا، ما كتعجبنيش، ما كتكونش الاستيك كتمط كتجبد يعني، فهمتوا. فما كتعجبنيش، كتبقى في بلاصتها، ما كتعطي حتى شي كو، ما كتعطي حتى ما عرفتش. المهم ما درتهاش، درت هاديه جوج انواع وصافي. غادي نخلي حتى يقرب الوقت نوريكم الطريقه اللي كنطيب بها البيتزا باش ما كتقصح ما والو. سبق لي وشاركتها معكم اكثر من مره. كذلك كنسخن الفران مزيان، من بعد كندخل البيتزا وكنطفي وكنخلي البيتزا من الجهه الفوق باش يذوب داك الفرماج والتكريه، وهكا كتبقى لاباط رطبه ما كتقصح ما والو. يعني هاد الطريقه بالنسبه للناس اللي كيوجدوا بيتزا قبل اولا كيوجدوا العجين وكيخافوه يطيبوه نص طيبه وكيخافوه يقصح لهم وداك الشيء، راه يديروا هاد الطريقه، راه كتبقى لاباط رطبه. هنا نزلت رشات زيت زيتون والزعتر، طبعا كما قلت لكم ضروري من الاساسيات ديال البيتزا. المهم نسموها باش ما بغيتو، عمروها باش ما بغيتو. صح راه كنت غندير خضر، قلت بلاش، يعني انا بغيتها غير هكا كمقبلات، شي حاجه اونطخي وصافي. صافي هنا راه قرب حطيتها كيف ما كتشوفوا معايا، وهذا هو الشكل ديالها. المنظر جميل يشهي يعني تخيلوا، قلت لكم المنظر ديالها تيلمون كلشي خدا منها. كنت درتها غير ليا بوحدي، خداو منا كاملين. اختي تشهات قالت لي اليوم بيا ولا بها، اليوم ندير شي بيتزا. قالت لي شهيتوني فيها بد طون، قالت لي بحال هكا بلا كفته بلا والو. قالت لي ندير فاتنا غير داكشي، قالت لي تشهيتها بهذا المنظر. ايوا هاني ديما عاسر في الكوزينه كتسنى ما تاكل معانا، تاكل كنجوعوها. هنا داك القطبه اللي كانوا بقاو غيبقى اللحم يضيع، درناهم مع بصيله ومعدنوس هكا، شحرناهم في مقيله ولا في كوكو تسدوا عليهم. هنا كيف كتشوفوا الكبده راه ديجا فيها شرموله، غادي نقطع البصله والعدس راه طايب ديجا ماما دارتو، فغادي نزيد عليه غير هكا معدنوس من فوق وزيت زيتون كيعجبني يبقى في الاخر، نزيد داك المعدنوس وهذا وصافي. غنشحر البصله وغادي نخليه حتى يقرب الفطور، غادي نقلي الكبده. فكنتمنى الفيديو يعجبكم، افكار بسيطه سهله، فيديو سريع ظريف. فهمتوني. وصافي هنا راه كيف كتشوفوا معايا راه غنبدا نشحر في ديك البصله، حيت حنا كنديروا الكبده بحال هكا، كنحط فوق منها كنشحر البصله وكنحط لي طرونش ديال الكبده من فوق هكا كتجي مزيانه. وصافي هادشي اللي كاين. نخليكم مع باقي الفيديو.
ولات هنا كيف كتشوفوا درت شويه ديال هكا جابت ماما ديك السلطه ديال عندنا الخس غيخسر وداك الفجل جابته الخيار وغسلت الفخيز. درت شويه مسمن ديال القمح غير وحده لواحد حيت هو اصلا كيكون ثقيل اللي دهنته وصافي. غير اون فوا يدن غادي ندير الكبده تقلى وصافي. كان هذا هو الفطور ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للبيتزا صحيه غادي ننزل لكم فيديو جاي ربي ما نعكس. والله الا عندي هكا الفيديوهات دابا بلا كيعمل لي التليفون. يلا تهلاو في راسكم صحه فطوركم وعشاء المباركه. نشوفكم في فيديوهات جايه. باي باي. فيتامين هذا ما بالالوي فيرا وفيه الفوليك اسيد الحمض ديال الفوليك والفيتامين سي وبي 5 بي 6 وبي 12 ونياسين روعه بالالوي فيرا.